السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ انا شيماء العدا ودي قناتي. احنا ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض لانشون اللحمة. هنعمله بمقادير مظبوطة بالجرامات وبالكوباية زي ما احنا متعودين. وعايزة اقولك بقى من ربع كيلو لحمة هتعملي كده كوزين لانشون محترمين. ومش هقولك ان هو هيطلع زي الجاهز، هقولك ان هو هيطلع احلى من الجاهز كمان مليون مرة. حاجة معمولة نضيفة على ايديكي كده وضمناها. يا ريت بقى كل اللي حابب يكمل معانا الطريقة والفيديو، يا ريت ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. واهم حاجة تفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد هننزله ان شاء الله. ودلوقتي بقى يلا بينا نسمي ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ في الطريقة. واول حاجه معانا في المقادير بتاعه النهارده معانا كده ربع كيلو من اللحمه. وطبعا زي ما انتم ملاحظين دي لحمه مفرومه، حابه تستخدمي لحمه قطع كده على طول هتفرميها كده زي العجينه. انا حطيتها في الكبه كده علشان افرمها زي العجينه بالظبط. علشان تتفرم معايا زي العجينه هحط عليها كده ربع كوبايه من الميه الساقعه جدا من الفريزر. يا اما تعاير الميه بالكوبايه اللي هي حجمها ربع، يا اما تحطي كده 8 معالق كبار من الميه او 50 جرام من الميه. هضرب بقى في الكبة كده اللحمة زي ما انتوا شايفين لغاية لما تبقى معايا كده زي العجينة. وطبعا بمساعدة المية الساقعة جدا هتتفرم معايا بمنتهى السهولة وتبقى زي العجينة. وفي نفس الوقت اللحمة في المرحلة دي مش هتسخن معانا. شايفين انا عايزاها تبقى زي العجينة بالمنظر ده. يعني يعتبر اللحمة ما عادش ليها اي ملامح خالص كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى هنعمل ايه؟ هنضيف بقى التوابل. معايا كده معلقة صغيرة مليانة كده من البصل البودر، معلقة صغيرة مليانة من التوم البودر، ودي نص معلقة صغيرة من الروزماري. وده شكل الروزماري يا جماعة لو انتم مش عارفين شكله. ومعايا كده نص معلقة صغيرة من الكبابة الصيني، ودلوقتي هوريكم شكلها. بتبقى شبه الفلفل الأسمر كده بس حبايتها كبيرة. بعد كده بقى هضيف معلقة صغيرة كده من البابريكا، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، ومكعبين مرقة لحم. وركزوا معايا، ربع معلقة صغيرة كده من الملح، ربع معلقة صغيرة ما تكتروش عشان مكعب اللحم طبعا بيكون فيه ملح. وعايزة اقولك اكتر اتنين من التوابل او اكتر نوعين من التوابل هيدوكوا طعم اللانشون بتاع بره بالظبط، وهو الكبابة الصيني والروزماري. دلوقتي بقى هحاول افتت كده مرقة اللحم، وبعد كده بقى هنزل كل التوابل دي على ربع كيلو اللحمة اللي احنا طحناه. طبعا تقدري لو انت ما عندكيش الكبه دي تعملي اللحمه في ايه، في الكبه بتاعه التوابل. هتنطحن معاكي كده وتبقى زي العجينه. وبعد كده بقى تقدري تضيفي بقيه المكونات عادي جدا، مش شرط بقى خلاط ولا شرط كبه خالص. بعد كده بقى هنضيف ايه؟ هنضيف كده 3 فصوص من الحبهان. بس طبعا هنا احنا مش هنحط الحبهان كده زي ما هو، لا هناخد البذور اللي جوه الحبهان بس والقشر مش هنستخدمه. بعد كده بقى هضيف 4 بيضات. طبعا ده بيض احمر عادي. وحجم البيض الاحمر اللي انا استخدمته كان حجمه متوسط، لا هو كبير قوي ولا صغير قوي. ووزن الاربع بيضات بقشرهم بالنسبه للناس اللي بتحب تعرف كل حاجه بالميزان، وزن الاربع بيضات بقشرهم 225 جرام. بعد كده بقى هضيف ايه؟ هضيف كده نص كوبايه من النشا. وزن النشا اللي موجود في الكوبايه وزنه 60 جرام. يعني دول كده 3 معالق كبار ونص كده هرميين من النشا. والنشا اللي انا مستخدماه النهارده النشا العادي اللي احنا بنحط على الرز بلبن او المهلبيه. طبعا انا مستخدمه الكوبايه اللي حجمها نص. بعد كده بقى حطيت معلقتين كبار كده من الزيت، ودي معلقه كبيره كده من الطحينه. الطحينه العاديه سواء حمراء او بيضه اللي احنا بنحطها على الاكل. الطحينه اللي بتتعمل من السمسم يا جماعه. بعد كده بقى هضيف ايه؟ هضيف بقى كده 4 قطع من الجبنه المثلثات. ما عندكيش جبنه مثلثات هتحطي كده نص كوبايه من الجبنه الكريميه. ساعتها بقى هتحطي 4 معالق كبار كده مليانين بشكل هرمي من الجبنه، بس طبعا جبنه ما تكونش حادقه قوي، لان طبعا الجبنه الكريميه بيبقى حدقها قليل. والجبنه المثلثات برضو حدقها مش عالي قوي. لو الجبنه عندك حدقها عالي تقدري تستغني عن الملح ساعتها في التوابل وانت بتحطيها. بعد كده بقى حطيت 4 كده نقط من لون الجل الغذائي الاحمر، حابه تحطيه حطيه، مش حابه خلاص. احنا بنحط لون الجل الغذائي علشان اللانشون يطلع زي بتاع بره بالظبط او نفس اللون. وده كان شكل عجينة اللانشون بعد ما ضربت كل المكونات كده مع بعضيها، بتبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بقى هجيب كده ورق كده من ورق الاسترتش او كيس من الاكياس الحرارية اللي احنا بنسوي فيها الفراخ واللحمة. وممكن لو انت مش حابة تسويه بالطريقة دي تقدري تسويه في الكوبايات، ودلوقتي هقولك ازاي. الكوبايات الاستانلس او المجات الفخار. وزي ما انتم ملاحظين انا فضيت كده نص الكمية كده زي ما انتم شايفين، وهبتدي الفها والنص التاني هلفه لوحده. يعني هعمل كده الكمية كلها على كوزين لانشون. انت بقى بالنسبه لك زي ما قلت لك كده، لو انت مش حابه تلفي في الاسترتش الغذائي ولا الاسترتش راب تقدري تحطيه في الاكياس الحراريه اللي هي الصغيره.
لان طبعا في احجام من الاكياس الحراريه، في منها الكبير وفي منها الصغير. انت تجيبي الحجم الصغير وتعبي بقى فيه كميه اللانشون كلها مره واحده، حتى تعمليه على كوز واحد، مش شرط كوزين. وزي ما انتم ملاحظين كده انا لفيت اللانشون كده في الاسترتش الغذائي، وهبتدي بقى اربطه كده من الجناب. اضغطي بقى من الجناب كده على اللانشون، ضمي اللانشون كده بايديكي الاتنين كده على بعض، واضغطي كده وابتدي بقى اربطي. هتربطي بقى كده من الحرف ده ومن الحرف ده. وبعد ما بتربطي اللانشون من الحرف ده ومن الحرف ده، بتجيبي بقى كده دبوس وتبتدي بقى تطلعي اي فقاعات هوا موجوده في اللانشون. يعني اي مكان كده هتلاقيه معبي هوا كده وفاضي، بتبتدي ان انت بقى تغزيه كده بالدبوس. الهوا طبعا بيطلع من المكان، ومش تقلقي اللانشون مش هيطلع بره الكيس خالص. بعد ما اخلص بقى فقاعات الهوا، هبتدي بقى الف كده كوز اللانشون في ورق ألمونيوم او الورق الفويل ده. وبعد كده بقى هبتدي ان انا اسويه بنفس الطريقه دي. هجيب ورق الفويل كده وافرده، وابتدي بقى احط فيه كوز اللانشون والفه بقى بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. وابتدي بقى ابرم من هنا وابرم من هنا كده من الحراف، بحيث ان انا اقفل عليه كويس. وبنفس الطريقه اللي عملتي بقى الكوز الاولاني او الرول الاولاني، هبتدي اعمل بقى الكوز التاني. وعلشان مش هطول عليكم مده الفيديو، انا عملت التاني كده مع نفسي، وده كان شكله. ودلوقتي بقى يلا بينا نسوي اللانشون. حله على النار كده نصها ميه، وهبتدي احط عليها مصفى كده زي ما انتوا شايفين. والمصفى يا ريت تكون ساقطه في الحله، وفي نفس الوقت المصفى ما تلطش الميه. وبعد كده بقى احط اللانشون بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت في المصفى. وهبتدي بقى اغطي على المصفى دي تغطيه كده محكمه. يعني ايه؟ يا اما تجيبي ورق القصدير كده وتغطي المصفى من فوق كده بورق القصدير، يا اما تحطي فوطه كده زي ما انا حاطه. ودلوقتي بقى ركزوا معايا، بعد اول نص ساعه كده ما تعدي، هتبتدي بقى تجيبي ورق اللانشون كده وتروحي قلباه على الناحيه التانية على الاتجاه التاني. وبعد نص ساعه كمان بتروحي برضو قلباه كده على جنب تاني، يعني بتقلبيه كده على كذا مره، يعني حوالي مرتين كده. بياخد تسويه منك قد ايه؟ بياخد كده ساعه ونص من التسويه. في اول 10 دقايق بتكوني مشغله النار كده على نار عاليه على ما الميه تغلي كده مره كمان. وبعد كده بقى بتسيبيه كده على نار متوسطه يستوي كده لمده ساعه ونص. بعد كده بقى بتسيبيه يبرد كويس جدا الاول، وبعد كده بتحطيه في كيس وتدخليه التلاجة. هتحطيه في التلاجة كده لمده ليله مثلا، او حوالي 3 4 ساعات. وبعد كده بقى بتطلعيه كده زي ما انت شايفه بنفس الطريقه، وتبتدي بقى تقطعيه زي ما انت حابه. طبعا وانت بتفكيه في المرحله دي بتحسي ان هو معرق كده ببخار الميه، ده طبيعي جدا جدا. بس مجرد ما بتسيبيه في الهواء كده لمده 10 دقايق او ربع ساعه، بتحسي ان كوز اللانشون كده لونه غمق معاكي ونشف معاكي كويس جدا جدا من بخار الميه. يعني قبل ما تقطعيه سيبيه كده يجف كده حوالي 10 دقايق او ربع ساعه، وبعد كده قطعي زي ما انت عايزه. انت بقى لو حابه تسوي اللانشون في كوبايات استانلس او مجات فخار زي ما احنا عملنا قبل كده في المجات، زي ما انت حابه. بس اهم حاجه قبل ما تحطي اللانشون تدهني المج او الكوبايه كده ايه دهنه من الزيت. وبعد كده بقى بتعبي كميه اللانشون كلها كده في كيس بلاستيك من اكياس التلاجة، وتفتحي فتحه علشان يسهل عليك عمليه الصب، او كيس من الاكياس بتاعه الكريم اللي هي المجنيه ديت. وبعد كده بقى بتنزلي كميه اللانشون لغايه نص الكوبايه او 3/4 كده، لان طبعا اللانشون بيزيد معانا. وبتروحي مغطيه على الايه الكوبايات كده بورق القصدير، وبتروحي حطها كده في حله ميه مغليه، والميه المغليه تكون واصله لغايه نص الكوبايه. بالنسبه بقى لطريقه حفظ اللانشون، بتجيبي كده علبه فيها منديل ورق، وبعد كده بتحطي على اللانشون المتقطع، وتروحي مغطيه عليها برضو بمنديل ومدخلاها التلاجة. وده كان شكل اللانشون يا جماعه بعد ما قطعناه. احلى لانشون هتاكليه، عايزه اقول لك طعمه رهيب، احلى من بره مليون مره. طبعا انت بقى لو هتقطعيه على مكنه هيكون ارق من كده، بس احنا عشان مقطعينه بالسكينه طلع تخين معانا. وطبعا احنا عملنا لانشون الفراخ قبل كده مع بعض على القناه، وطريقته موجوده. اللي حابب يبحث عنها يكتب لانشون الفراخ وجنبه اسمه ويبحث. القناه دي موجوده على اليوتيوب. يا ريت بقى كل اللي وصل للحته دي من الفيديو ما ينساش يحط اللايك. واللي اول مره يشوف القناه وعجبته القناه وحابب يشترك فيها، اكيد يشرفنا اشتراكه. بس ما ينساش يفعل زر الجرس على كلمه الكل علشان يوصلوا اشعار بكل فيديو جديد هننزله ان شاء الله. اترككم في رعايه الله وامنه. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.